من الأمثلة اللي نسمعها دايم ملهي الرعيان أو فلان ملهي الرعيان، والرعيان هنا اللي هو راعي الماشية. وقصته سلمكم الله أنه في سنة من السنين اللي مضت في صحاري الجزيرة العربية كانوا رعيان الماشية كل ما سرحوا وراء مواشيهم الفجر وقعدوا يراقبون غنمهم وبعارينهم، وكل واحد عينه على قطيعة. وكانوا أحيانا إذا لقوا صيد في طريقهم يصيدونها ويتعشون منها دامهم مع ماشيتهم فيها الصحراء، لكن ما يخلون الصيد يشغلهم عن رعي مواشيهم، يعني يدورون الصيد السهل السريع. لكن في أحد الأيام فاجأهم طير صغير ما يطير بعيد، بس دايم يطير شوي ويمشي على الأرض بين المواشي، ومحسسهم من صيده أسهل من أي شيء غيره. كان الراعي يشوفه وينسى نفسه ويمسك عصاه ويروح يركض وراه، لأن كان يتضح له أن صيده سهل. لكن هالطير ما ينصاد، يطير مسافة قصيرة ثم يرجع قريب من الراعي، ثم يرجع يطير مرة ثانية، وهكذا يخلي الراعي يلحقه شوي شوي لين يكتشف الراعي انه بعد عن القطيع وضيع وقته ونسي الهدف اللي هو جاي عشانه. والنتيجة لا هو اللي صاد هالطير اللي أشغله والهاه، ولا هو اللي يهتم بماشيته. ومن يومها صاروا يسمون هالطير ملهي الرعيان، وصار هالمثل يضرب في كل شيء يشتتك عن أهدافك ويضيع وقتك وأنت تحسبه شيء مهم.